بقول لك يا محمد، مش انت دكتور وكده؟ فممكن اسالك في سؤال؟ اسألني في سؤال. اتفضل يا حسن. ايه؟ بقول لك انا كنت اشتريت المضاد الحيوي دوت وفي اول كيسه لقيت شريط البرشام وكيس صغير كده. ده ايه لازمته الكيس الصغير ده؟ بص يا حسنين، المضاد الحيوي بيكون طبيعته حساس للإضاءة وكمان حساس للرطوبة، فهم بيحطوه في غلاف بيكون غامق عشان خاطر ما يخليش فيه أي ضوء يوصل للبرشام، وكمان الكيس الصغير دوت عشان يحفظ الدواء من الرطوبة. يعني الكيس الصغير اللي جواه الحبيبات ده طلع مفيد يعني؟ اه مفيد يا حسنين. انت عملت فيه ايه صحيح؟ والله يا دكتور ما كنتش عارف، واخر ما غلبت رحت مدوبه في نص كوبايه ميه وشربته، والحمد لله طلع مفيد. طلع مفيد يا حبيبي. ده كيس بيحتوي على حبيبات السيليكا اللي المفروض بتحفظ الدواء من الرطوبة، ده غير انها سامة جدا، فالحمد لله ان انت لسه عايش اصلا. حيرتني. طب اعمل ايه يعني في الكيس التاني؟ تعمل ايه؟ انا بقول لك سام تقول لي تعمل ايه؟ ارميه يا حسنين، معلش تعالى على نفسك المره دي وارميه. ارمي ايه يا دكتور؟ ده العلبه ب 200 جنيه، اذا كان عليا عايز اكل العلبه كلها باللي فيها. خلاص يا حسنين، انت بتسالني ليه يا حسنين؟ قوم امشي يا حسنين، قوم امشي. خلاص يا عم، انا هحط الكيس ده تحت المخده جاهز يسحب مني الرطوبه وانا نايم. سلام. الله يسامحك يا حسنين.